ربع جيشه العظيم من المقاتلين المغاربة الذين أرادوا بعد الانتصار العودة إلى أوطانهم كغيرهم من المتطوعين من بلاد الشام والعراق ومصر وآخرين، إلا أن السلطان صلاح الدين سمح للجميع بالعودة إلا المغاربة. وحين سئل عن سبب تمسكه بهم وبناء حي مقدسي خاص بهم أجاب بأن المغاربة قوم يعملون في البحر ويفتكون في البر، أشداء على الكفار لا يخافون طرفة عين في الدفاع عن المقدسات والمسلمين. يختم صلاح الدين. إلى اللقاء.